السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة ماسك بول، قناة رياضية جزائرية مختصة في نقل الأخبار وكل الأرقام اللي تتعلق بكرة القدم المحلية والعالمية أيضا. مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد الذي سأخصصه عن المدرب الجديد بيتكوفيتش اللي تعاقدت معه الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. بغيت اليوم نعطي بعض توضيحات حول عقد بيتكوفيتش والفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. فيما يتعلق بالعقد، هو عبارة عن عقد أهداف، عقد في المرحلة الأولى وهي مرحلة تأهيل الفريق إلى كأس العالم، والمرحلة الثانية ما بعد كأس العالم. ولهذا الفاف فرضت على المدرب بيتكوفيتش على تحقيق النتائج الإيجابية والتأهل إلى نهائيات كأس العالم. ومن حيث العقد، حتى وإذ لم يتأهل الفريق الوطني إلى نهاية كأس العالم، العقد سيوثق من جهة واحدة بدون أي تعويض. هذا كل بنود اللي تتعلق بهذا العقد. وأيضا فرضت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على بيتكوفيتش بالحضور ويكون متواجد في الجزائر 3 أسابيع من 4 في الجزائر من أجل متابعة الكرة الجزائرية المحلية، وأيضا المساهمة في تطوير الكرة بصفة عامة. هذا الشيء اللي كان في عقد بيتكوفيتش. وأيضا فرضت عليه لأنه أن المساعد الثاني ومدرب الحراس يكون من الجزائر. هذا الشيء اللي قبل به هذا المدرب، ولكن إن شاء الله راح تكون بإذن الله استفاقات جديدة للمنتخب الوطني باش يتأهل إلى نهاية كأس العالم. وأيضا في العقد عقد أهداف حتى في كأس الإفريقية المقبلة اللي راح تكون بالمغرب، على الأقل يكون في التأهل إلى الدور الثمن النهائي. هذا ما جاء حسب أقوال وليد صادي. كأس إفريقيا العقد مع بيتكوفيتش راح يكون عقد أهداف، وهو التأهل إلى كأس العالم وإلى ثمن النهائي كأس إفريقيا التي ستقام بالمغرب. ونشكركم كثير على المتابعة، ما تنسوش أبوني في هذه القناة.